بسم الله الرحمن الرحيم. عندي المسألة رقم 11. تابع الفيديو السابق اللي هو حل كتاب الامتحان الأسئلة المقالية الدرس الثالث الفصل الأول الثانوية العامة الفيزياء إن شاء الله. عندي رقم 11 بتقول الآتي: مديني بطاريتين، عايز يعرف العلاقة ما بين في الأوت بتاع كل بطارية وجهدها اللي هو الفي باتري بتاعها. طبعا لما يجي عندي بطاريتين بالشكل ده فلازم اكون عارف مين البطاريه اللي بتشحن ومين البطاريه اللي بتفرغ. عند البطاريه اللي بتشحن طبعا هي الاكبر، البطاريه اللي بتفرغ هي الاكبر، والبطاريه اللي بتشحن هي الاصغر. فلو رحت جبت الفي اوت بتاعها هيبقى يساوي الفي باتري 1 اللي هو 2 في باتري ناقص اي ار. تبان على طول من المعادله ان الفي 1 اقل من مين؟ من الفي باتري 1. ليه؟ لان الفي 1 هو محصله الفي باتري 1 ناقص قيمه الجهد المستنفذ فيه. اما في 2 عشان هي بتشحن الاقيها بتساوي في باتري زائد الاي ار. معنى كده ان في 2 هتبقى اكبر من مين؟ من الجزء ده، يعني الفي 2 اكبر من في باتري 2. اذا كده السؤال سهل وبسيط، مجرد ما تشوفه هتحله بمجرد النظر. نروح للسؤال رقم 12. في السؤال رقم 12 ده سؤال عالي برضو شوية، في فكرة عالية جدا. هو مديني جزء مجهول وعايز يعرف هو الجزء ده ايه عشان يحقق لك المعلومات اللي موجودة على الدايرة دي. الجزء المجهول ده لازم نفرض فيه احنا قد يكون يا اما بطارية يا اما مقاومة، واشتغل على التيار. التيار ده انا مش هلعب فيه، التيار مش هغيره، فهقول له اي بتساوي في باتري على ار. مره اثبت الفي باتري ومره اثبت الار. تعال نشوف. لو ثبتنا الفي باتري تبقى الخمسة من 10 والستة. الستة جت منين؟ عندي بطاريتين، اشوف مين بيشحن مين بيفرغ. البطاريه الكبيره دايما تفرغ، البطاريه الصغيره دايما هي اللي بتتشحن. اذا المحصله اللي هنا تبقى 9 ناقص الثلاثة تطلع لي 6، تبقى 6 على ار. اذا الار هتساوي 6 على النص، تبقى تطلع لي الار في النهايه ب 12 اوم. يبقى انا كده عايز مقاومات ب 12 اوم في الدايره. تعالى نحسب المقاومات اللي في الدايره. المقاومات اللي في الدايره مديني الارات السمول كلها صغيره او صفر. اذا عندي المقاومات 4 و2 و2 تديني 8. انا عايز مقاومه ب 12، يبقى انا ناقصني مقاومه ب4. يبقى الجزء زد ده اعوض عنه بمقاومه ب4. ده الاحتمال الاول. اما الاحتمال الاخر ان احنا ممكن نشتغل على ان البطاريه هي اللي مجهوله. اشوف محصله الفي باتري بكام. عندي نص في 8، طبعا المقاومه ب8 اللي موجوده في الدايره. يبقى انا عايز بطاريات تديني 4 فولت. طب انت عندك بطاريتين بيدوك 6 فولت، انا عايز بطاريه ثانيه تشتغل لي مع البطاريه 3 عشان تخفض لي الجهد، لان انا عندي 9 بيدفعوا عكس ال3. يبقى 9 ناقص 3 كانت مدياني 6، يبقى انا لازم اجيب 9 ناقص 5 اهي. طب الخمسه متوفر منهم كام؟ 3. يبقى انا عايز بطاريه كمان بكام؟ ب2 تدفع لي في نفس اتجاه ال3. يبقى انا اعوض عن الجزء زد ب2 ويكون اتجاه البطاريه برضه هتكون بتشحن وتكون في اتجاه مين؟ في اتجاه ال3 وتديني نفس الاتجاه ده. يبقى انا كده حليت المساله بطريقتين. رقم 13. في رقم 13 مسألة برضو في غاية الأهمية وفيها شغل عالي وفي شغل كتير. ركز معايا. عندي 3 بطاريات، منهم بطارية مجهولة اللي هي في باتري 3 زي ما انت شايف كده، والبطارية في باتري 3 أنا مش عارف بتشحن ولا بتفرغ، لكن موفر لي السهم أهو بتاع التيار. طالما السهم ماشي بالشكل ده اللي انت شايفه ده، إذا أقدر أقول إن البطارية 10 فولت اللي هي عندها في 1 دي بطارية بتفرغ اهي، لان التيار داخل في السالب وهيطلع من الموجب، يبقى البطاريه بتفرق. لو حسبت الفي 1 بتاعها الاقيه بيساوي 10 ناقص الاي في قيمه الاثنين. تمام كده؟ طب هو قال لي ان الفي 1 بكام؟ صفر. اقدر استنتج من المعادله دي ان الاي ب 5 امبير. 2 اي بتساوي 10، تبقى اي ب 5، 10 على 2 ب 5 امبير. اذا ان انا عرفت كده ان البطاريه دي بتفرغ لان التيار داخل من السالب وطالع من الموجب. اذا البطاريه اللي جنبها لازم تكون بتشحن. لو جبت الفي اوت بتاعها اللي هو الفي 2 الاقيه في باتري زائد الاي ار، يعني بتساوي ال10 زائد قيمه ال5 في 2 تديني 20 فولت. عندي بطاريه ب 20 فولت والبطاريه الثانيه بتاعها الفي اوت بتاعها بصفر، لكن البطاريه في بي 3 ديت انا ما اعرفش قيمتها كام. تعال نشوف هنحلها ازاي. لاحظ ان في حاجه كمان نقدر نوفرها. ال5 في 10 هنا ب50، يعني في جهد هنا على المقاومه 10 ب50 فولت. تعال بقى نروح للدايره ونشوف هنجيب الفي باتري ازاي. عشان اجيب الفي باتري لازم اعرف الجهد اللي متركب عليها او الجهد الخارجي بتاعها اهو اللي هو في 3. ففي الفي 3 ده
اقدر اجيبه عشان هي بطاريه بتفرغ، اقول له في باتري 3 ناقص الاي ار. طبعا الاي عندي والار عندي، لكن ما عنديش الفي باتري والفي اوت. هلاحظ ان الفي 3 ده طالما مش عارف اقيسه من الاتجاه ده، اقيسه من الاتجاه الاخر. يعني اشوف الفي 3 بيقيس مين؟ بيقيس الدايره دي كلها. تاني يا جماعه، لاحظ تاني معايا، الفي 3 بيقيس الدايره دي، وفي نفس الوقت بيقيس الدايره اللي تحت. طب هتلجأ للدايره اللي تحت دي ليه؟ لان الدايره اللي فوق فيها مجهول، في باتري 3 مش عارفه، وانا لازم اجيبه عشان اعرفه. طب اجيب الفي اوت بتاع البطاريه دي ازاي؟ اتجه للدايره اللي تحت، معلوم كل الجهد اللي فيها. هنا عندي جهد ب 50 فولت اهو. هنا الفي بيساوي 50 فولت، اللي هو كام؟ 5 في 10. عندي تيار ب 5 امبير. تمام جدا. طيب الجهد اللي هنا كام؟ اقول له في تفريغ ناقص في شحن، يعني في 1 ناقص في 2. الله، يعني في 1 ناقص في 2 زائد ال 50 يدوني الجهد اللي بين النقطتين ده هم. اذا تساوي، اقدر اقول ان في اوت بتاعها بيساوي الفي باتري 3 ناقص الاي ار. هنا مش هعرف. طب بيساوي مين؟ في 1 ناقص في 2 زائد ال 50. طب في 1 كان بكام؟ كان بصفر، يطلع لك ناقص كام؟ ناقص ال 20، يبقى سالب 20 زائد ال 50 تديني 30. يبقى كده انا عرفت الفي اوت كله ان هو ب 30. الفي اوت بتاع مين؟ بتاع البطاريه 3. طب كده اقدر اجيب الفي بطاريه 3 هتساوي ال 30 زائد الكام؟ زائد الاي ار. طب انا جبت المعادله دي ازاي؟ اذكرك، الفي اوت اللي هو كام؟ ب 30، اللي هو بيساوي الفي باتري 3 ناقص الاي في كام؟ في ار. عد الاي ار الناحيه الثانيه تظهر لك ان الفي باتري 3 بتساوي الفي باتري 3 اللي هي كام؟ بتساوي ال 30 زائد الاي اللي هي كانت 5 مضروبه في 1، يعني هتساوي 35 فولت. وبكده اكون عرفت المساله رقم 13 وجبت كل القراءات. انا كده جبت قراءه الفولتميتر ب 20، وفعلا في اللي هي الصفحه السابقه. طبعا الفي 2 يا جماعه انا جبتها دلوقتي اهي، اذكرك بيها تاني. الفي 2 يساوي الباتري زائد الاي ار، 10 في 5 في 2 تطلع لي 20 فولت. اذا انا كده عرفت المساله رقم 13. نروح للمساله رقم 14. سهله ونقدر نجيبها بمجرد النظر ان شاء الله. شوف كده. مساله رقم 14. نشوف في الدائرة المقابلة 1 و2 ما تأثير غلق المفتاح كي على شدة الإضاءة. دايما شدة الإضاءة ما بتتأثرش في البطارية اللي ملهاش مقاومة داخلية، يعني مقاومتها الداخلية بصفر. فكل ما توصل على التوازي زي عندك في البيت، التوصيل على التوازي ما تحط بطارية أو مصباح يحترق ما بيأثرش على إضاءة المصابيح الأخرى، ولا بيأثر على إضاءة المصباح اللي موجود في الدايرة اللي أنت هتحطه جديد. معنى كده إن كل مصباح هيشتغل بجهده وبشدة إضاءته. فالمصباح ده في الدايره الاولى عندك الار بصفر، يعني المقاومه الداخليه بكام؟ بصفر. اذا انت مركب دايما على جهد البطاريه، فجهد البطاريه مش هيتغير بانك تحط مصباح ولا ما تحطش. تمام. نروح بقى للمصباح اكس رقم 14. في المصباح اكس عندي بيشتغل على جهد البطاريه الخارجي. يعني لو حبيت اجيب في الدايره رقم 2، هاكد على الدايره رقم 2، المصباح اكس بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الفي اوت، يعني الفي اوت بتاع البطاريه اللي بيساوي مين؟ في باتري ناقص الاي ار. دي الدايره رقم 2 يا جماعه. الفي اوت في باتري ناقص اي ار، والفي اوت ده اللي هيشتغل على جهده الفرعي ده. فيا ترى لو ركبت المصباح الثاني هيحصل ايه؟ هركب المصباح الثاني مع المصباح ده فهيديني ارين على التوازي، يعني المقاومه هتقل اللي في الدايره، فيرتفع التيار، يعني التيار بتاعي هيزيد. لما التيار يزيد الفي اوت هيقل، ولما الفي اوت يقل يبقى معنى كده ان شده الاضاءه بتاعه المصباح ده طبعا هتقل، لان هو بيشتغل على الجهد الخارجي لهذا المصباح، يعني دي تقل. نقول تاني، في الدايره الثانيه يا جماعه المصباح ده شغال على الجهد الفرعي ده، وجهد الفرعي ده هو الجهد الخارجي للبطاريه، ولها ار داخليه ما بتساويش صفر. طب الفي اوت بتاعها بكام؟ في باتري ناقص اي ار. طب انت لما تشغل المصباح الثاني الاي بتساوي ايه؟ بتساوي الفي باتري على كل الارات اللي في الدايره. الار دي هتبقى ار داش، وواضح ان الار داش دي مالها هتقل لانك هتركبها على التوازي، زائد قيمه ار الار اللي هي الصغرى دي، الار الداخليه. طب الار ديت مالها لما تقل؟ الاي بيزداد،
لو الاي ازداد معنى كده ان الجزء المطروح هيزداد، يبقى الفي اوت ماله هيقل اللي هو شغال على الجهد، يبقى الجهد الفرعي ده بيقل، اذا شده الاضاءه هتقل. نروح لرقم 15. دي كانت رقم 14. في رقم 15 برضو فيها فكره، نشوف مع بعض. في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، يا ريت تبقى كتابك معايا ومفتوح على الصفحة رقم صفحة 78. في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، وضح ماذا يحدث لإضاءة المصباح X عند فتح المفتاح K1 وغلق المفتاح K2. فيها فكرة برضو من الأفكار الرائعة اللي موجودة عندي. يا جماعة أنا عندي كده بطاريتين ولهم نفس الجهد، ففرضا إن ال K1 مغلق، يبقى أنا شغال على ال K1 ماله مغلق. لو أنت موصل K1 يبقى البطارية دي هيتجمع فيها تيارين، تمام كده؟ معنى كده ان التيار اللي داخل في الواي ده هيبقى قيمته كبيرة، اذا وهيشتغل على الجهدين، يعني اضاءة المصباح دي هيشتغل وهتزيد كمان. يعني مجرد ما اقفل K1 وK2 مغلق يبقى المصباح ده هيشتغل. طب المصباح الثاني، نشوف المصباح الثاني X. لإضاءة المصباح X عند فتح المفتاح K1 وغلق المفتاح K2. لو أنا فتحت، تعالى نفتح فتح المفتاح K1. لما أفتح K1 الإكس هينطفئ. ليه؟ لأن البطارية دي قد البطارية دي. لو K1 مفتوح إيه اللي يحصل؟ للإكس إضاءة إكس لابد إنه ينطفئ، مفيش تيار في الدايرة. ليه؟ لأن البطاريتين قد بعض وبيدفعوا في عكس الاتجاه، فما فيش تيار هيمر وبالتالي ينطفئ الإكس. لكن لما أقفل K1 اهوت عند فتح المفتاح K1 وغلق المفتاح K2 فإن إضاءة المصباح X تزداد. نروح لرقم 16. يا ريت لو أي حاجة تعلق لي في الكومنتات وأنا هرد عليك على طول. في رقم 16 آخر مسألة. هنا بيقول لي مصباحان كهربيان متماثلان مسجل على كل واحد فيهم 60 واط و12 واط. يا ترى هو عايز يشوف المصباحين دول او المصباح ده هيشتغل بطاريه قوه الدفع الكهربائيه 12 فولت ولها مقاومه داخليه 5/10، يعني دي كله بطاريه. طبعا زي المساله اللي قبل دي، المصباح اللي فوق بيشتغل على الفي اوت بتاع البطاريه اللي هو عباره عن في باتري ناقص الاي في ار. الله، معنى كده ان كل مصباح هيشتغل على الفي اوت ده. طب هل الفي اوت هيكون ب 12؟ عمر الفي اوت ما هيساوي 12. ليه؟ لان انت هتطرح من الاي ار، لان هتطرح قيمه اي ار من الفي باتري. يعني السؤال رد على نفسه. انت شغال في الجهد البطاريه دي على الجهد الخارجي للبطاريه، والجهد الخارجي للبطاريه دي هيشغل المصباح ده وشغل المصباح ده. طب الجهد الخارجي بيساوي ايه؟ بيساوي الفي باتري ناقص الاي ار. طب الفي باتري ناقص الاي ار دي هتساوي 12؟ لا، ده دي ب 12 ناقص الاي والار اللي هي ب5/10 مضروبه لسه في الاي كمان اللي انا المفروض هجيبها، فعمرها ما هتساوي ال 12. معنى كده ان بيقول لي فسر لماذا لا تكون القدره التي يستهلكها كل مصباح 60 واط. فلو جيت حسبت طبعا المصباح هيستهلك قدره كام، يبقى انا هشتغل على تيار جديد وده هروح اجيبه بعد ما اجيب الارات. على فكره لو رحت حسبت الار هتساوي 2.4، تبقى ار الكليه هتساوي 1.2 ار الكليه في الدايره. يعني وبعدين اجمع عليها الار الكليه بتاعت الدايره دي ار الكليه مصابيح، اجمع ار الكليه تبص تلاقيها تساوي 1.7. طبعا التيار اللي هيمر في الدايره مش هيشغل بيديك القدره دي ولا يديني القدره بتاعه المصباح الاخر، وبالتالي كل مصباحين مش هيشتغلوا بنفس ال 60 واط، هيشتغلوا بقدره اقل من 60 واط على اساس ان البطاريه مش موفر لهم القيمه 12 فولت. بكده يا جماعه اكون خلصت المقال كله، واشكركم، واي ملاحظه يا ريت تتابعني في التعليقات.